السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير اوي، يا مساء الفل يا مساء الهنا يا مساء السعادة عليكم وعلى عيونكم الحلوة. قبل اي حاجة كده نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا الغدا بتاعنا النهاردة غدا حلو جدا هيعجبكم، ويا رب الغدا يكون شكله لطيف كده معانا. طبعا انتوا فهمتوا كده احنا رايحين نعمل ايه. انا جايبه الوقت نص كيلو كرش يا جماعه، غسلته غسيل حلو ونقعته بشويه خل وليمون وتوم، وضربتهم في الخلاط كويس قوي ونقعت الكرشه فيها. وطبعا جبت شويه دقيق وحطيتهم عليها وسبتهم بقى يتنقعوا يجي ربع ساعه كده. بعد من كده طبعا انا جبت ميه على النار سخنتها، حطيت طماطمية، بصلاية، فصين توم، ورقة لوري. طبعا اي بهارات عندك حابه تحطيها حطيها. عايزه اقول لكم المحلول اللي انا نقعت بيه الكرشه بتاعتي كان مخليها ريحتها حلوه جدا، ما كانش طالع لها اي ريحه خالص، ولا كانت ريحه وحشه ولا حاجه. طبعا ما جبتلكوش الفيديو وانا نقعاه فيه، بس انا قلتلكوا الطريقه بتاعته كانت ازاي. بعد من كده طبعا بعد ما غسلتها غسيل كويس جدا ونضفتها تنظيف حلو كده، حطيتها طبعا بقى في المية بتاعتي. كانت المية بتاعتي خلاص سخنت خالص وغلت، حطيتها فيها نزلت بها بالكرشة كده. وبعد من كده طبعا هسيبها تستوي مع نفسها. بس حطيت بقى البهارات بتاعتي، ما حطيتش كمون خالص، انا حطيت فلفل اسمر، السبع بهارات. اي بهارات عندك مشكلة ممكن تحطيها عليها تبقى حلوة، بس ما عدا الكمون والكزبرة. كمون والكزبرة لأ، الكمون عندنا هنا طبعا بيغلي مع الحاجة فبيمرر ايه المية وبيمرر طعم الحاجة، فما عدا الكمون والكزبرة أي بهارات عندك حابة تحطيها حطيها. أنا بقى ضفت البهارات اللي كانت موجودة عندي اللي أنا قلتلكوا عليها السبع بهارات، 11 بهار، مرق الدجاج، جوز الطيب، ورقة لوري، مستكة وحبهان مطحونين. جميع البهارات اللي عندك بتحطيها. طبعا بغطي عليها بقى وبسيبها تغلي كده، وساعة ما تعمل ريم انا بشتغل الريم اللي عليها. طبعا الشوربة بتاعتها احنا بنرميها منستخدمهاش خالص يا جماعة. صلوا بنا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، صلوا بنا على النبي. المهم بقى كده بعدها انا غطيت عليها وسبتها. جهزت معايا ايه؟ جهزت معايا التقلية اللي انا هحطها فيها. انا حابة ان انا اعملها شوية مسبكين كده وايه وحتتين اقليهم. حطيت البصل على النار شوحتها بس ما مش حمرتها، شوحتها. حطيت فص توم معاها قطعته فيها كده. حطيت شوية بهارات، انا بحب احط على البصلة البهارات على فكرة بتديني طعم حلو قوي للبصلة، بتديني ريحة كمان احلى واحلى. جبت شوية البهارات بتوعي وحطيتهم عليها. ضفت بقى البهارات على البصلة. طبعا بعد من كده ضفت الطماطم بتاعتي بعد ما ايه ما سبت البصلة بتاعتي اتشوحت. صلينا بنا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. كده وصلنا لحد فين؟ لحد البصلة، وحطينا الصلصة بتاعتنا الطماطم يعني، وسبناها بقى وحطينا البهارات بتاعتنا شوية فلفل اسمر، السبع بهارات او 11 بهار اللي موجود عندك، شوية بهارات مشكلين حطيناهم على التقلية بتاعتي. واهم حاجة وانا بحط على الصلصة بتاعتي ديت ايه؟ شوية السكر عشان يمنعوا الحموضة معايا. اهم حاجة شوية السكر يمنعوا ايه الحموضة. بعد من كده ضفت الملح بتاعي واسيبهم بقى على النار يستووا مع نفسهم. اهم حاجة الطماطم بتاعتي تستوي، هقطع عليها وهسيبها تستوي. طبعا بقى بعد من كده تعالى شوف هنعمل ايه. صلينا بنا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. احلى حاجة ان احنا نصلي على الحبيب قلبنا يطيب. احلى حاجة نصلي بنا على النبي طول ما احنا قاعدين ونذكر الله دايما، عشان دايما ربنا ايه يكون معانا ومبارك لنا في الحاجة كده، وتكون نيتنا حلوة وصافية بإذن الله، وربنا يتمنى اللي احنا عايزينه ويحقق لنا ايه احلامنا ان شاء الله واللي نفسنا فيه. قولوا بس انتوا يا رب دايما تفتكروا ربنا على طول. جبت بقى الطاسه بتاعتي الحلوه ديت اللي انا بحب اعمل فيها الرز على طول، حبيت اعمل الرز بتاعي بشكل. دي بقى الصلصه بتاعتي اهي، انا حباها خفيفه. صلصه الكرشه يا جماعه بتبقى خفيفه خالص ما بتبقاش تقيله. اهم حاجه صلصه الكرشه ما تبقاش تقيله، تبقى خفيفه كده وريحتها كانت طالعه جميله قوي البهارات بتاعتها. وهقول لكم انا كملتها ازاي. ضفت بقى شويه زيت وجبت شويه رز حطيتهم يتحمروا معايا كده. حبيت اعمل في الغدا بتاعي ده ايه شويه رز ايه حبايه وحبايه، يعني بمعنى اصح رز مفلفل.
طبعا سبت الرز كده يستوي يتحمر معايا الاول تحمير حلو. بعد ما بتحمر معايا انا بهدي النار عليه خالص، وبعد من كده بقى بضيف الرز بتاعي. اهم حاجه ما يتحرقش. بحط شويه بهارات عليه، شويه فلفل اسمر وشويه 7 بهارات، مفيش اكتر من كده. انا ميلت الغطا بتاع الحله على جنب كده عشان خاطر الحله عماله تغلي وتقع على البوتاجاز، فبتبهدل الدنيا معايا. ضفتها طبعا البهارات بتاعتي اللي انا قلتلكوا عليها يا جماعه. بعد من كده بقى هضيف الرز وهسيبه بقى مع نفسه كده يستوي، احطه على النار يستوي. بعد من كده هجيب بطاطسايه صغنطوطه خالص، يعني حبيتين بطاطس كده، اقطعهم حتت مكعبات صغيره واضيفهم على على الصلصه بتاعه الكرش عشان تديني طعم مع الكرشه بتاعتي، ما تدينيش طعم الكرشه خالص. طبعا دي للناس اللي هي مش مغرمة كرشة قوي وعايزة تكسر الطعم بتاعها، فضيفي معاها خضروات، اي نوع خضروات موجودة عندك حابة تضيفيها مع الكرشة ضيفيها معاها عادي، مفيش اي مشكلة. انا ما كانش عندي الا البطاطس بس، فحبيت احط معاها حبيتين بطاطس عشان تديني طعم بين الكرشة وبين البطاطس، ويبقى الطعم مختلف، ما تبقيش حاسة بكله طعم واحد. تعالوا نعمل بقى البطاطا الحلوة الجميلة ديت قبل ما الكرشة بتاعتنا الجميلة تستوي واكلنا يستوي. هتعملي بطاطا مع الاكل ده؟ ايوه هعمل بطاطا مع الاكل ده. يا جماعه احنا عايزين حاجه بقى مسكره نحل بيها. وانا واقفه في المطبخ كده قلت اجيب البطاطتين دول واعملهم بطريقه مختلفه عن اللي انا عملتها معاكم قبل كده. جبت البطاطا بتاعتي غسلتها غسيل حلو جدا، حطيتها على النار، على نار هاديه يعني متوسطه معايا. بعد من كده بقى بهدي عليها وبسيبها زمان سايباها. جبت 3 معالق سكر، حسب رغبتكم بقى، عايزين تكتروا السكر انتوا حرين، دي حاجة ترجع لراحتكم. جبت كوباية المية اللي انتوا شايفينها ديت، دوبت فيها السكر خالص. بعد من كده هضيفها على البطاطا بتاعتي. على فكرة هي ممكن البطاطا تستوي كده زي ما هي، لان هي بتنزل المية بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده، بس انا حبيت اضيف المية بسكر معاها ديت ليه؟ عشان تعمل لي طعم الكرملة بتاعتي وتتكرمل معايا وتعمل لي احلى كرملة كده مع البطاطا بتاعتي، تديني طعم حلو. على فكرة يا جماعة الفكرة دي حلوة جدا، وكان طعم البطاطا حلو قوي، كأنها زي المشوية بالظبط واحسن كمان اللي احنا بنشتريها من بره. جربوا الفكرة دي هتعجبكم قوي بصراحة يا جماعة والله. هنا بقى بعد ما بصيت على البطاطا ما شاء الله دخلت في السوية يعني، بقت حلوة معايا. ببص بقى على الكرشة بتاعتي لقيتها طبعا لسه مستوتش، فانا سايباها طبعا تستوي براحتها. هبص بقى على الرز بتاعي لسه برضو زي ما هو. دي بقى الصلصة بتاعتي اللي هي بتاعت الكرشة. انا جبت البطاطستين قطعتهم حتت صغيره خالص وضفتهم عليها وحطيتهم ياخدولهم غلوتين كده على النار. عايزه اقول لكم ان ريحه الصلصه بتاعت الكرشه دي كانت طالعه جميله قوي، ريحتها حلوه قوي يا جماعه. هنا بقى الكرشه بتاعتي استوت، قسمتها نصين، نص هحمره والنص التاني هقطعه وهحطه في التقليه بتاعتي. طبعا انا بقطعه في الطبق، منفعش طبعا يتقطع في الطبق، رحت جايبه اللي انا بقطع عليها القطاعة ديت، حطيتها. انا طبعا مش عارفة اسمها بصراحة، فانا حطيتها بقى وقطعت عليها. قطعت الكرشة بصراحة سهلت معايا الدنيا اوي اوي بصراحة، فعجبتني اوي، فقمت مقطعة عليها الكرشة بالطريقة ديت، اتقطعت معايا بكل سهولة. قطعتها مكعبات صغيرة خالص قد المكعبات بتاعة البطاطس بتاعتي. هنا بقى بعد ما انا قطعتها ضفتها في الصلصة بتاعتي، حطيتها فيها وسبتها برضو على النار تشرب من الصلصة بتاعتي، وخدت لها غلوتين على النار. بعد من كده بقى انا حاطه الزيت على النار معايا. هنا بقى قمت حاطه ضفت بقى بقيت الكرشه بتاعتي، حطيتها تحمر معايا. وهتشوفوا بقى نهايه الفيديو. يا رب الفيديو يعجبكم، متنسوش تحطوا لنا لايك وشير وتقولوا لنا ايه رايكم في الفيديوهات. طبعا انا بشكركم جدا على كلامكم الحلو اللي انتوا بتقولوه واللي انتوا بتبعتهولي. حبيت اجيب قرن فلفل سبايسي كده يبقى يدينا طعم حلو كده، يعني حراق شويه. قطعته برضو معاها وحطيتها مع الكرشه، بتدينا طعم حلو. دي للجماعة اللي بيحب الحاجة الحراقة، دي حسب رغبتكم انتم، مش حابين دي حاجة ترجع لراحتكم انتم. شفتوا الجمال ما شاء الله. هي الصلصة بتاعت الكرشة يا جماعة بتبقى خفيفة، ما بتبقاش تقيلة ولا حاجة. هنا بقى الحتتين اللي انا هحمرهم سايبهم بقى بتحمرهم. انا ناسي اصلا ان الكاميرا ما كانتش مقفولة معايا، ما اعرفش ان هي كانت مفتوحة الفترة ديت، فانا بتأسف لكم جدا يا جماعة على فتح الكاميرا ونسيتها خالص والله. فانا هنا بحب انضف مكاني على طول، بحب
بحب ان انا انضف مكاني على طول واروق الحته حواليا على طول. فهنا بقى انا نضفت بقى حواليا كده واشتلت بقى الحاجات اللي كانت محطوطه. وطبعا برضو زي ما انا قلتلكوا نسيت الكاميرا مفتوحه خالص، ما خدتش بالي اصلا ان هي مفتوحه الفتره ديت. فانا ما عرفتش ان انا احذفها خالص بصراحه. فانا قطعت بقى شويه شبت كده وكزبره وانا واقفه عشان خاطر احطهم برضو على الكرشة بتاعتي كده، ويا رب الكرشة تعجبكم وطريقتها تعجبكم. هي طريقتها حلوة، وعايزة اقول لكم ان انا واخدة طريقتها ديت من طباخ كبير. طبعا احنا عارفين الطباخين اللي بيطبخوا في الافراح والجماعة دول ما شاء الله يعني عليهم. فانا واخدة الطريقة ديت منهم برضو، لان احنا متعودين ان احنا بنعمل الكرشة بتاعتنا بنحمرها، بتبقى حلوة برضو وجميلة وطعمها حلو. وعايزة اقول لكم ان ما كانش فيها اي ريحة خالص ولا اي زفارة ولا اي حاجة، كانت حلوة جدا وكانت ريحتها جميلة جدا. فبصراحة هي هتعجبكم قوي قوي للجماعة اللي بيحبوا الكرشة وبيحبوا الكلام ده بصراحة. يعني الطريقة ديت حلوة قوي قوي بصراحة. فانا حبيت اقطعها حتت صغيرة مكعبات كده، انتوا براحتكم بقى، عايزين تقطعوها حتت كبيرة ده حسب رغبتكم انتوا، عايزين تعملوها في صلصة زي ما انا عملت ده حسب رغبتكم برضو، عايزين تحمروها في الزيت دي حاجة ترجع لراحتكم. بس انا حبيت اعملها زي الكوكتيل كده، نص كده ونص كده. انا النص اللي انا حمرته خدته، والنص اللي انا حطيته في الصلصة حطيته. هنا طبعا بعد ما انا خلصت بقى خلاص، هنا بقى البطاطا بتاعتي بدأت تتكرمل معايا، هي خلاص استوت معايا، حبيت تشوفوها بس وهي بتتكرمل معايا. هنا بقى الكرشة بتاعتنا شفتوا بقى الجمال، كانت طالعة بقى بالشكل الجميل الحلو ده، تشوفوها تقولوا ده فراخ والله يا جماعة ومتحمرة في الزيت ما شاء الله، كانت حلوة قوي وكانت طالعة شكلها شيك كده وجميلة، يعني عجبتنا قوي كأني مطلعة عباية جديدة كده وشكلها رقيق. فايه رأيكم؟ دي بقى البطاطا بتاعتي كانت مكرملة وبتلمع كده وجميلة ما شاء الله. بس البطاطاية اللي مفتوحة دي انا اللي فتحتها عشان ايه اشوفها من جوه عاملة ازاي واديها طعم الكرملة من جوه، اشوفها هتبقى حلوة ولا ايه. عايزة اقول لكم ان طلعت فكرة حلوة، وعايزة اقول لكم ان هي حلوة جدا وكانت مكرملة من قلبها برضو وجميلة. فانا اشتلتها بقى بالراحة كده، هي طلعت منها القشر خالص. فايه رأيكم بقى في طبق البطاطا الخطير ده؟ هيعجبكم اوي اوي والله، جربوه بالكرملة بتاعته الجميلة ديت. وكانت ريحته حلوة اوي يا جماعة والله، كانت ريحته طالعة خطيرة، جربوا مش هتخسروا اي حاجة. طبعا الطاسة بتاعتي ديت انا مرمتهاش ولا حاجة، ولا انا حطيتها بقى في الحوض خلاص اتوسخت، لا انا عملت ايه، انا ضفت عليها شوية مية وحطيتهم على النار يغلوا، ورجعت تاني ضفتهم على ايه، على البطاطا. يعني هي كده خلاص، شفتوا بقى الطاسة دي كده بالمنظر ده، ضفتهم في قلبها. جبت طبعا السكينة وفتحت قلبها عشان احط الايه الكرملة بتاعتي في قلب البطاطا من جوه، تدينا طعم برضو حلو. عايزة اقول لكم ان الفكرة دي عجبتني اوي بصراحة، وانا اول مرة اعملها معاكم. وعايزة اقول لكم ان انا هعملها تاني وتالت وهعملها على طول. انتوا عارفين الطبق ده اتاكل يا جماعة قبل الاكل اللي انا كنت عاملاه، اتاكل والله قبل الاكل. شفتوا بقى الكرملة دي الكرملة اللي كانت باقية اللي انا ضفتها زي ما انا قلت لكم. شفتوا الجمال ده، شفتوا الحلاوة دي، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله يا جماعة. هتعجبكم اوي الطريقة ديت، وطريقتها حلوة، وجربوها مش هتخسروا حاجة. انا عن نفسي ما عدتش هستغنى عنها خالص. وعايزه اقول لكم ان انا ببقى اكمر البطاطا على طول بس ما بتطلعش بالطعم الحلو ده، ده طعمها كان احلى وجميل يا جماعه، فجربوها هتعجبكم قوي. كده احلى بكتير عن ما احنا بنعملها بالطريقه العاديه ان احنا نكمرها. شوفوا شكلها بتلمع ازاي وجميله. وده كان شكل الغدا بتاعي النهارده، قولولي ايه رايكم. دي طبعا طبق الكرشه اللي بالصلصه، طبعا الكرشه اللي متحمره، ودي طبعا طبق فول انا عاملاه فول بصلصه، ودي طبق البطاطا، وطبق سلطه كده مشكل معايا، وطبق رز مفلفل كده. غدا ما شاء الله للجماعة اللي هما بيحبوا الكرش قوي وكيفين الكرش يا جماعة. فالغدا بتاعنا النهاردة يا رب يعجبكم وتقولوا لي ايه رأيكم فيه. واشكركم طبعا على مشاهدتكم معايا الفيديو ومشاركتكم معايا. اشوفكم في فيديو جديد يا جماعة وتقولوا لي ايه رأيكم فيه. انا بشكركم كتير جميعا والله ان انتوا كمان حابين الفيديوهات بتاعتي، ويا رب الفيديوهات الجاية تعجبكم اكتر واكتر.